لو سألتكم المولد حكم شنو؟ في ناس يقولوا لا وفي ناس يقولوا أيوة، صح؟ طبعا الناس ما بتقدر ترضيهم. أنا حاديكم المجمل. المولد ده المراد به شنو؟ ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أهل السير الواقدي وابن إسحاق، الواقدي وابن إسحاق وابن هشام لما يجوا في السير بيسألوا الناس ديل لأنه عارفين بالتاريخ وبالسير والأخبار. ده القول مقدم، زي ما قول القتادة وابن دعامة السدوسي وغيره، ده القول في التفسير مقدم. قاموا سألوهم في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اختلف العلماء في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 4 أقوال وما في زول جزم. قالوا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 8، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 يوم 10، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 يوم 12، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 يوم 18، كلها في شهر ربيع الأول. ولا يعرف في أي يوم، الخلاف بيناتهم في ال4 أقوال دي. لذلك ابن أبي العز الحنفي ساغ في الأرجوز المئية قال مولده في 10 الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم 2 طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حان. الأرجوزة دي 100 بيت كلها تتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ال4 أقوال ديل جو الأئمة ديل ذاتهم اتفقوا قولا واحدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم 2 12 من ربيع الأول، اتفاق قولا واحدا. الذين يحتفلون بموت رسول الله أم بحياته عليه الصلاة والسلام؟ اللي بيحتفلوا ده الآن بيحتفلوا بياته بموت رسول الله. أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة بميلاد رسول الله لا يعرف اتفاق، 4 أقوال مختلفين فيها. ولذلك المولد أول مولد أقيم سنة 350 هجرية، أقاموا رجل شيعي اسمه المعز لدين الله الفاطمي. في اليوم في السنة ديك أقام له 6 موالد، مولد لفاطم ومولد لعلي ومولد للحسن ومولد للحسين ومولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ومولد له هو، 6 موالد في اليوم ذاك. جاءت فترة المغريزي قال انقطعت الموالد في مصر لانقطاع النفقة عند الناس ضاقت بهم الأحوال، انقطعت. نابليون الفرنسي دخل مصر، شاف الجماعة ما بيحتفلوا، قال ما الذي منعكم من الاحتفال؟ قالوا ليس عندنا نفقة، انقطعت النفقة مننا. نابليون دفع لهم، قال لهم دي القروش، وبالليل نجي دفعوا القروش فدقوا الطبول ورقصوا، فجاء بجنده يرقص معهم يشاركهم. نابليون مسلم ولا كافر؟ كافر، جاء بالليل يشارك فيهم. أصل الكفار ما بينصرون الحق، الكفار تراهم في الباطل ينصر، لكن في الحق ما بينصروا. لذلك يا أخواننا لو كان حقا لأقامه أبو بكر، لو كان حقا لأقامه عمر، لو كان حقا لأقامه علي، لو كان حقا لأقامه عثمان من قبل، لو كان حقا لأقامه 10 المبشرين بالجنة، لأقامه أهل بدر، لأقامه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأقامه التابعين، لأقامه تابعي التابعين. ده كلهم ما عملوا، كل تفتش الكتب ما عمل واحد فيهم. انت عارف الناس تقول لهم يقول لك ده ما عملوا، لكن المولد ده ما فيه حاجة. طيب المولد شنو؟ يقول لك بدعة، لكن بدعة حسنة. ما في الدين بدعة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة، كل دي من ألفاظ العموم التي تفيد الاستغراق كامل، خلاص ما في حسنة يا أخواننا. لذلك ما صحيح، ما صحيح. وأنا عارف في ناس ما بيرضوا، لو قلت لهم ما صحيح ما بيرضوا. انتوا منكرين، وهابية، ما بتحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال كده منه عليه الصلاة والسلام نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحيي سنته، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعظم أمره صلى الله عليه وسلم، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتشبه بخلقته ونتشبه بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. دي المحبة الصحيح. تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. إن كنت أنت تحبه لأطعته، إن المحب لمن يحب